مين؟ انا حسن يا شريف. انت عرفت طريقي منين؟ انت ناسي ان زينات جابت العقد العرفي من هنا؟ يا نهار اسود، لا تكون قالت لصلاح هو كمان. لا ما تقلقيش، لو كان عارف كان زمانه هنا، ده قلب الدنيا عليكي. هي دي بقى الشقه اللي انت بعتيني عشانها؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ والنبي انت رايق يا حسن. بس عاديه يعني. دي عاديه؟ امال شقتك تبقى ايه؟ كانت هتبقى جنه لو احنا فيها مع بعض. اوعى يا حسن تكون جاي تكلمني في جواز، اديك شايف اللي انا فيه اهو. ما نبقى فيه مع بعض. ما احنا مع بعض. بس الاول فهمني، اتصل بكس اللي اسمه صلاح ده قلب عليا الدنيا ليه؟ بيقول انك سرقتيه. يا ابن المؤذيه، شوف لواها ازاي بقى، عشان سبته ومش عايزاه يقوم يلسن عليا ويلبسني نصيبه. شريفه المره دي ما فيهاش، انت خدتي الفلوس. اخصى عليك يا حسن، انت كمان هتركب على سلامه؟ انت تصدق عليا كده انا اسرق؟ ده انا كانت الفلوس والذهب بيبقوا مترميين قدامي كده وعمري ما بص له. ما هو اللي بيعمله صلاح ده ما يعملوش غير واحد محروق قوي. وهي خسارتي ما توجعش ولا ايه؟ لا توجع، اسأليني انا. انت عمرك ما خسرتني يا حسن، انت بس مشكلتك انك دايما بتجيني في الوقت الغلط. يعني انا دلوقتي المفروض افكر في جوازنا ولا افكر في الزفت اللي اسمه صلاح ده واشوف هعمل معاه ايه؟ ما خدتيش حاجه يبقى ما يهمكيش. لا طبعا لازم يهمني، العيار اللي ما يسيبش يدوش، وانا دلوقتي لازم ابقى جاهزه له واشوف هعمل معاه ايه. طب في حاجه عايز اقولك عليها. ايه تاني؟ ابوكي دخل المستشفى. لا الف سلامه، ربنا يشفيه ان شاء الله. بس كده؟ ده كده كتير عليه كمان قوي. يعني مش هتروحي تشوفيه في المستشفى؟ لا طبعا، ده مش بعيد يكون ملعوب عامله عليا هو صلاح عشان يجيبوا رجلي ويلاقوني. معقول يا شريفه؟ يعني اسعاف ودكاتره ويتحجز في المستشفى ما فيهوش حاجه؟ في ولا ما فيهوش مش فارق لي، الراجل ده باعنا زمان وانا مش هضيع نفسي عشان. تشرب حاجه يا حسن؟ تعبان يابا. تعبان قوي. ايه يابا؟ الف سلامة عليك يابا. عامل ايه دلوقتي؟ زينات عامل ايه يابا؟ كده برضو يابا، كده برضو مش تكلمني؟ يعني ينفع تسيب نفسك تعبان كل ده؟ انا كنت فاكر ان انت لسه في السجن، وبعدين هو انا اللي لازم ابلغ؟ المفروض انك كل يوم تسأل عليا انت واختك شريفة. ما تجيبليش سيرتها. على بابا، انتوا مش متفقين تاخدوا فلوس صلاح وتهربوا بيها؟ فلوس صلاح؟ هي شريفة سرقت فلوس صلاح بتاعت البرنامج؟ انا ابوك يا بنت، امال الفلوس بتاعت المستشفى الكبيرة النظيفة دي جبتيها منين؟ انت صحيح طيبة وقطعت من نصيبك عشان تدفعي لي علاج المستشفى، لكن انا شريك وعاوز نصيبي في الفلوس. نصيب ايه يابا؟ نصيب ايه؟ انت كل اللي فارق معاك الفلوس، مش فارق معاك ان شريفة دي طلعت حرامية؟ انا غلبان ومعاش على قدي ومحتاج المساعدة. لولا اني عارفة ان انت تعبان وكنت هتروح فيها والدكتور هو اللي لحقك كنت قلت بتتصلبط. يابا يابا خاف من ربنا، ده انت راجل كبير. اخرسي، انا اصبى منك، وفكك بقى من الكلمتين دول وقولي لاختك ابوكي عايز نصيبه من اليغمه بتاعت صلاح. جماعة عزت بيه، بعد إذنك يا فندم. تعالي يا انوار. صباح الفل يا باشا. صباح الفل. بنتك هبه عامله ايه؟ كويسه؟
الحمد لله بخير. انما بقى حضرتك البيه صاحب الهلمه دي كلها؟ انت عارفه انت هنا ليه؟ وحياه النبي ما عارفه اي حاجه ولا فاهمه اي حاجه. انا لقيت عربيه 10 متر ورجاله طول بعرض، وهم خدوني انا ومحمد وجينا على هنا. كل اللي عرفته انهم من طرف جوز البت زينات. انا قصدي زينات هانم. هو حضرتك جوزها؟ انا مدير الامن. يا نهار اسود ومنيل، احنا عملنا ايه يا باشا؟ مدير امن المجموعه يا انوار. مجموعه ايه ولا مؤاخذه؟ احنا ما عملناش حاجه يا باشا. ما تخافوش، انا جايبكم في مصلحه حلوه وهترجعوا مبسوطين. ربنا يسعدك ويفرح قلبك يا رب. عزوز. قطع وقطع سيرته. عزوز بيه ليه امانه عندكم. ترجع سعاده الباشا. استنى انت يا محمد، الباشا شكله عارف كل حاجه. بالظبط، عفش عزوز يلزمني، والرجاله اللي بره هتروح تاخده وترجع. طب وحق بنتي يا باشا؟ كنت طالبه نص مليون وهتاخديهم. ربنا يخليك يا سعاده ما الباشا. قلت لك استنى يا محمد، اهدى على نفسك شويه. انا كنت طالبه نص مليون زمان يا باشا، لكن دلوقتي الكلام غير الكلام. لا استني يا انوار، عينيكي وسعت والشيطان قاعد جواهم ومربع وبيقول لك كلام هيزعلك. ما هو البت برضه لازم تطلع بمصلحه. انت كده هتبقي واخده حقها وبزياده حبتين، وانا اذا كان عليا ما كنتش موافق وقلت للباشا، بس هو عايز يرجع كل حاجه زي ما كانت، ما بيحبش الوش. هتاخدي الفلوس ولا اجيب للباشا عفش برقبه العفش اللي عندك، ومش هعمل له برضه وش. لا طبعا ناخدها. ربنا يخليك يا باشا ويخلي الباشا ويخلي له الست زينات هانم. يلا بينا يا محمد. تسلم يا باشا. استني يا انوار. في ايه يا باشا؟ تمضي على التنازل ده الاول، انت ومحمد. هو ايه ده يا باشا؟ مش فاهم حاجه. ده محضر مقدمه الاستاذ حسن، عايز ينفذ بيه عقد البيع اللي بينك وبين شريف عزوز. يعني ايه؟ يعني هتنفذ العقد بالقوه الجبريه. حضرتك موجود في الشقه دي بدون صفه ولا معاك عقد ايجار؟ يا باشا ما هو الموضوع مش كده. هو مفيش ما هو يا كابتن صلاح. هننفذ القانون بالذوق ونسيب القانون ياخد مجراه. يا باشا دي اصلا شقتي، يعني الشقه دي اصلا بتاعتي انا. تاني يا كابتن صلاح، ما انا وريتك العقد اللي عليه امضتك انك بايع الشقه لشريفه، ولا دي مش امضتك؟ لا لا ايه؟ لا هي امضتي يعني، بس هو الموضوع يا باشا ان شريفه دي اصلا كنت هتجوزها، فقالت لي عشان انا اتجوزها لازم اكتب لها الشقه، وضحكت عليا وما اتجوزتنيش، يبقى كده العقد باطل يا باشا، مش كده؟ ما هو القانون بقى ما بيفهمش الكلام ده. هي غفلتك والقانون لا يحمي المغفلين. يعني ايه يا باشا؟ يعني اعمل ايه يا باشا؟ قول لي. تخش تلم هدومك وتسيب الشقه بدل ما تبقى قضيه بلطجه، ودي فيها من سنه ل7 سنين. ده غير انك هتترفد بالشغل. وهي دي اصول برضه يا استاذ حسن. وهي دي اصول يا كابتن صلاح. يا باشا الشقه دي بتاعتي وانا مش هخرج منها غير على جثتي. شايف الاشكال الزباله اللي جايبها لنا الشركه؟ اهتمام مروان بالبنت دي مش طبيعي، ده كان هيقتلني عشانها. انت عارف حاله مروان، ما تافورش يا مازن. لما يخنقني ابقى انا بافور؟ انت بتبقى مستفز جدا، انا نفسي ببقى عايز اخنقك. يا عم سيبك مني وركز في الست زينات. البنت دي مش طبيعيه ومش سهله، وهتلف على مروان وتلها في كل حاجه. وهتفرق معانا في ايه؟ يا عم ركز معايا، احنا ما صدقنا خلصنا من دينا تطلع زينات. مصمم تجمع برضه؟ ماشي، زينات دي مجرد ممرضه وقعت في مشكله هو بيساعدها، خلاص ما تكبرش الموضوع بقى. ده اخويا وانا حافظه، وزينات دي اهتمامه بيها غير. دخل ابوها المستشفى، بعت عزت بنفسه يحل له مشاكله مع الناس. ده غير بقى اللي بيحصل في البيت كل يوم اللي بتحكوا لي نعمه. انت مالي ايدك من البيت اللي اسمها نعمه دي اصلا؟ فوق ما تتخيل، لان المره دي جايه لي برجلها. اول ما عرضت عليها رفضت، لكن بعد ما زينات قلبت عليها مروان جت قالت لي انا من ايدك دي لايدك دي. طيب لخص، بقول عايز ايه عشان انا مش فاضي وعايز اروح. حاجه بسيطه قوي، زينات ما تطلعش من القضيه. ده انا كده ممكن اخسر مراوش؟ ولا هتخسره ولا حاجه، وكله ب8 ومتر. ثمنه ده كتير قوي. عايز كام؟ بالشفا.